انبهار الصحافة والإعلام البرازيلي بعد الاستقبال العالمي لبعثة منتخب البرازيل أبناء السيليساو في مطار طنجة بالمملكة المغربية بالورود والطعام قبل توجههم لفندق الإقامة. مبدئيا بما انه وصل لك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ندخل بقى على 120 ألف مشترك، ولينك الفيسبوك في أول كومنت اعمل لي فوق. الإعلام البرازيلي في كل صفحاته أعلن وصول منتخب البرازيل بكامل نجومه لأرض المغرب، وتم استقبالهم استقبال رائع جدا بشكل يليق لمنتخب كبير وعالمي زي المنتخب البرازيلي بالورود والطعام، وكمان سعادة كل البعثة الحاضرة. حتى نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور ونجم ريال مدريد نزل ستوري عبر انستجرام فورا اول ما وصل، وكان فرحان جدا وعمل اشارة للمغرب. كمان اللي هيعجبك اكتر ويلفت انتباهك شكل فندق اقامة بعثة المنتخب البرازيلي في مدينة طنجة المغربية، فندق باسم فيرمونت، فندق للإقامة والاستقبال حاجة خيالية حرفيا. وديت بعض الصور، اتفرج وشوف بنفسك وقارن بين الفندق دوت وأي فندق تاني موجود في أفريقيا. حقيقة أحسن شيء إن المملكة المغربية بتهتم بكل زوارها من جميع الجنسيات، واكبر دليل على كده العام الماضي فقط المغرب قدروا ان يستقطب 11 مليون سائح اجنبي فقط خلال عام 2022، وبالتالي حسن الاستقبال وجمال الفنادق والاماكن بيجذب سياح بطريقه رهيبه بالملايين زي ما شفتوا الاحصائيه. كمان من الواضح ان فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد اكتر واحد قلبه اتعلق بالمغرب، بالاخص بعد ما كسب مع ريال مدريد بطولة كأس العالم للأندية، فبالتالي البلد وشها حلو عليه ومتفائل جدا من المباراة اللي هيلعبها امام المنتخب المغربي. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولينك الفيسبوك في اول كومنت اعمل